يا صباح الفوقان على كيفة الهوا في كل مكان. دي قناة نبيذ العرب ومعاكم القهوجي. النهاردة فيديو هنجاوب فيه على السؤال اللي اتسألته كتير جدا وبجاوبه كتير جدا، سواء على الفيسبوك او على الانستجرام او على اليوتيوب، وهو انا معايا 2500 ل 3000 جنيه عايز اشتري مكنة اسبريسو. مين احسن؟ التورنيدو الجديدة اللي هي بتمشي باودر وكبسولات، ولا الجاستروباك البيزك؟ دي تمنها 2500 جنيه ودي تمنها 2500 جنيه، فاقارن ما بينهم بناء على ايه؟ اشتري مين فيهم؟ فالفيديو ده معمول علشان انا مش هقول لك مين احسن بشكل مطلق، بس انا هقول لك كل واحده فيهم امكانياتها ايه او الاختلافات اللي ما بينهم ايه، ونجرب نعمل شوت اسبريسو دلوقتي على دي وعلى دي وندوقه ونشوف الفروقات ما بينهم. مبدئيا انا هستخدم النهارده في الفيديو قهوه مطحونه بالليني. ليه هستخدم قهوه مطحونه مش هطحن انا قهوه جاهزه؟ لان انا هستخدم الباسكت المضغوط سواء هنا او هنا، فانا هحتاج قهوه زي اللي انت بتروح تشتريها من السوبر ماركت عشان نوحد او ناخد السواد الاعظم من الناس اللي هو ما عندوش مطحنه وما بيشتريش حبوب وبيشتري قهوه مطحونه جاهزه. بالنسبه للمكنه التورنيدو بتيجي معاها باسكت مضغوط دبل شوت، وبيجي معاها بورتا فلتر تاني موجود فيه ادابتور للكبسولات، فانت بتقدر انك تفتح تحط الكبسوله وتقفل وتشتغل بالمكنه ككبسولات. بيجي معاها السكوب والتمبر بتوعها، فالتمبر بتاعها والسكوب بيبقى بلاستيك بالشكل ده، وده منظر الماشين. بالنسبه الجاستروباك بيجي معاها بورتا فلتر بباسكت دبل وباسكت سنجل، وبيجي معاها كمان البورتا فلتر بيجي معاها التمبر والسكوب، وبيجي معاها بيتشر لللبن او كراف او يعني حاجه عشان تعمل فيها ستيمنج للبن. خلينا برضو نقول ان احنا مش جايين نعمل ريفيو عن المكانتين، لان اوريدي المكانتين دول كل واحده فيهم اتعمل عليها ريفيو لوحده، وهيطلع لكم دلوقتي على الشاشه الريفيو الخاص بالجاستروباك والريفيو الخاص بالتورنيدو. خلينا نبدا دلوقتي. اول حاجه نعمل شوت اسبريسو، واحنا بنشرب الشوت اقول لكم من وجهه نظري مين فيهم اللي انا ممكن اكون بفضلها اكتر، او ايه مميزات كل واحده عن التانيه، بحيث ان انت تختار المكنه اللي انت شايف ان هي مناسبه لاستخدامك اكتر. هنبدأ دلوقتي نعمل أول شوت من التورنيدو. ده شكل باسكت التورنيدو المضغوط. باسكت التورنيدو المضغوط مفهوش إمكانية إن أنت بالمفك تحوله لغير مضغوط وما تشتريش باسكت جديد وتوفر شوية فلوس يعني. لو عايزين تشوفوا الطريقة دي موجودة في لينك هيطلع لكم على الفيديو أو في الفيديو دلوقتي. خلينا نبدأ دلوقتي إن احنا نعمل الشوت الأول ونشوف شكله هيبقى عامل إزاي. ركبنا كده الباسكت وهنبدأ نقول بسم الله ونعمل أول شوت. هنبدأ نحسب عدد الثواني اللي الشوت بينزل فيها. كده خلاص الشوت بتاعنا جاهز، وده الشكل النهائي للشوت اللي خارج من التورنيدو الجديدة. هنبدأ دلوقتي الشوت التاني اللي هنعمله من الجاستروباك البيزك. والجاستروباك البيزك ده شكل الباسكت بتاعها، وزي ما انتم شايفين هو في امكانيه ان انت تفكه وتحوله غير مضغوط زي الفيديو اللي انا طلعته لكم من شويه. القهوه جاهزه هنا، يلا نبدا.
ده كده شكل الشوت اللي خرج من الجاسترو باك البيزك. خلينا ناخد التو شوتس كده نحطهم جنب بعض ونجرب ندوق ونشوف مين فيهم هيكون بالنسبة لنا طعمه احسن، ونرجع لكم حالا دلوقتي. رجعت لكم دلوقتي، التو شوتس اتعملوا، التو شوتس جاهزين ان احنا نبدأ نجربهم ونشوف مين فيهم احسن. خلينا الاول نتكلم على اداء المكانتين واحنا بنعمل الشوت. الاتنين طبعا نزلوا شوت في وقت سريع، وده لان ده باسكت مضغوط ولان ده بن مطحون قبل كده ويمكن طحنته بتبقى خشنه شويه، فطبيعي ان الشوت بينزل في 10 12 ثانيه مش في 30 او 35 ثانيه زي الشوتس اللي بتيجي من باسكت الغير مضغوط. فده مش عيب لا هنا ولا هنا، عشان بس السؤال ده ناس كتير قوي بتساله. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بالنسبه للتورنيدو، هنا عجبتني في حاجه، عجبني ان التورنيدو بتعمل ترطيب للشوت قبل ما ينزل. يعني ايه؟ يعني انت اول ما بتحرك البكره عشان تعمل شوت تقوم منزله نقطتين قهوه في الاول وتستنى كام ثانيه كده وبعدين تقوم مكمله. فده ايه؟ ده ترطيب. فدي ميزه موجوده في التورنيدو عجبتني. بما اننا بنحط ايدينا فوق المكن والمفروض ان ده مسخن، حاجه بتسخن الاكواب يعني، فالتورنيدو اسخن في المكان ده من الجاسترو باك. الجاسترو باك هنا دافيه، التورنيدو هنا لا، الحته دي سخنه. خلينا ناخد المقارنات دي في الاخر. خلينا ندوق الاول. اول نقطه، الشوت اللي نزل من الجاسترو باك انا عندي بس عليه تعليق، وهو ان الكريمه عباره عن فوم بشكل مبالغ فيه، بشكل واضح. فوم كبير جدا وعامل زي كريمه الكريم شانتيه كده، مش كريمي شويه. اي نعم المكنه المضغوط المفروض ان الفوم فيها بيبقى فوم مش كريمه، بس على الاقل يبقى نازل زي اللي نازل من التورنيدو الى حد ما. مفيش فقاقيع كتير، مفيش حاجه فومي قوي بابلي قوي بالشكل اللي انا شايفه هنا. دي ملاحظه بسيطه بس كده في الاول. خلينا نبدا ندوق كل شوت فيهم ونقول راينا فيه ايه. انا هبدا بالترتيب بالتورنيدو. الريحه كويسه، مش باين ان البن اتحرق او حصل فيه اي مشاكل في الاستخلاص. طعم فوق المتوسط. لو انت متعود تشرب بباسكت غير مضغوط هتحس بفرق كبير طبعا، بس لو انت متعود تشرب اسبريسو بباسكت مضغوط مكن منزلي تعتبر طعمها مميز. مبينه وضوح الطعم بتاع القهوه البليني، مبينه حته الشوكليت الواضحه في الطعم شويه. ما حرقتش البن وهي بتنزله، ما نزلتوش خفيف. معلش انا كان عندي برد فالموضوع مأثر عليا. ما نزلتوش خفيف قوي سيربي كده تحس انك مش حاسس بالطعم، لا، عاملاه متوازن بشكل كبير بالنسبه لمكنه بتعمل قهوه بباسكت مضغوط. فهي بالنسبه لي حلوه جدا. ممكن نشرب ميه ونجرب اللي نزلت من الجاسترو باك. الفوم لما بخبطه بيقعد يعمل فقاقيع جوه اكتر. بصوا انا حابب اوريكم انا قصدي ايه عشان برضو تفهموا الفروقات ما بين الاتنين. خليكم معايا. ده المنظر اللي انا قصدي عليه. بصوا هنا الفوم في الجاسترو باك، بصوا عامل ازاي، عامل زي ما يكون في حاجه مش طبيعيه شويه، كلها فقاقيع. الموضوع كان ناتج عن ضغط قوي جدا عمل المنظر ده. بصوا المنظر اللي جاي من التورنيدو لحد كبير شبه شوت الاسبريسو اللي احنا المتعارف عليه، اللي احنا يعني عارفينه. الكريمه اللي مش تقيله قوي بس في نفس الوقت كريمي اكتر منها فومي. انا برضو حبيت اوريكم النقطه دي لان انا عمال اتكلم عنها قوي.
شفتوا كده منظر الفوم اللي انا كان قصدي عليه. فخلينا بقى ندوق الشوت من الجاسترو باك اخباره ايه. اول حاجه الريحه قويه، ما اقدرش احدد هل الريحه مظبوطه او لا، بس يعني الريحه مش مختلفه كتير عن اللي كان في التورنيدو. اللهم اني شامم شويه ريحه كرمله كده، يعني زي ما يكون سكر اتحرق سنه. بصوا الوش من كتر ما هو الفوم تقيل فهو عامل زي فوم النسكافيه اللي هو احنا بنضربه ده. يعني هو انا ما شربتوش، هو جه في بقي كده مشي وانا شربت الاسبريسو من تحتيه. يعني هو مغطي الاسبريسو، حتى الاسبريسو لسه سخن جدا، هو مغطيه مخليه سخن جدا. طيب الطعم هنا تقيل، اتقل من التورنيدو، بس مش تقيل بالمعنى الحلو اللي هو تقيل يعني المزاج، لا تقيل يعني مر، في مرارة جاية في جناب بقي وفي الاخر بشكل قوي شوية. المرارة دي جاية من ايه؟ المرارة دي جاية من ان درجة حرارة الماشين هنا في الجاسترو باك اعلى من درجة حرارة الماشين في التورنيدو. درجة الحرارة من ضمن الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على شوت الاسبريسو، درجة الطحن ودرجة الحرارة وانواع وعوامل تانية كتير بتأثر، بس احنا هنا بنتكلم تحديدا عن درجة الحرارة. كل ما بتزيد كل ما المرارة اللي في الشوت بتزيد اكتر، وده اللي انا حاسه هنا. حاسس ان هنا الشوت مر مرارة اقوى بكتير من اللي موجودة في التورنيدو. فدي اول ملاحظة ليا. تاني ملاحظة ان مع المرارة دي الشوت خفيف كقوام. التورنيدو كانت القوام اتقل شويه. خلي بالكم احنا هنا بنتكلم على نفس القهوه بنفس المعيار بنفس الميه، نفس نوع الميه اللي احنا حاطينها، بنفس كل حاجه، الفروقات بس في البامب ودرجه الحراره الماشين يعني. فاحنا هنا بنتكلم لا في المجمل شوت اللي نازل من الجاسترو باك شوت حلو، مش هقدر اقول عليه ابدا ان هو شوت وحش. بس لما احط الشوت اللي نازل من الجاسترو باك جنب الشوت اللي نازل من التورنيدو، الشوت اللي نازل من التورنيدو هيكسب لسببين. رقم واحد ان الكريمه كانت احسن، درجه الحراره كانت اقل. هنا كان في ترطيب قبل عمليه الاستخلاص، ودي ميزه انا ما شفتهاش في مكان اسبريسو منزلي كتير. هنا ما كانش فيه نقطه الترطيب. هنا المراره عاليه والقوام الى حد كبير خفيف، هنا المراره متوازنه والقوام تقيل. فلو هنتكلم عن شوت الاسبريسو اللي انا دقته هنا وشوت الاسبريسو اللي انا دقته هنا، فانا بالنسبه لي التورنيدو هي اللي بتعمل شوت اسبريسو احسن. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انا بالنسبه لي التورنيدو احسن لسبب، او انا بفضلها في المقارنه لسبب، وهو ان انا هنا معايا بورتافلتر بمحول كبسولات. فانا بقى عندي اوبشن ان انا اعرف استخدم المكنه دي مع الباودر، واقدر استخدم المكنه دي مع الكبسولات. وانا جربت محول الكبسولات ده اكتر من مره، وهبقى اوريه لكم او اوريكم تجاربه ليه، التجارب بتاعتي ليها في فيديو بعد كده تقدروا تشوفوها. الجاسترو باك ما فيهاش المحول، وما اظنش اصلا ان في اي مكنه نزلت بالمحول ده غير التورنيدو، ومع ذلك هي بنفس السعر. فاحنا بنتكلم في ان ده جزء من ضمن الاجزاء اللي تخلي بالنسبه لي التورنيدو تبقى احسن في المقارنه. اللي بعد كده الماتيريال الخاصه هنا بالتورنيدو فيها اجزاء كتير من الميتال واجزاء من البلاستيك. الجزء اللي بيسخن الاكواب بيسخن بشكل واضح وكويس. الماشين الديزاين بتاعها بالنسبه لي اصغر واحسن. عالجوا المشكله اللي كانت موجوده في البورتافلتر ان هو بيفك مع الضغط، وعملوا الجوان اللي فوق اللي في البورتافلتر بيمسك جدا في البورتافلتر نفسه فما بتفكش. فدي بالنسبه لي ميزه كويسه جدا من ضمن الحاجات اللي عجباني برضو. يمكن من العيوب ان الجزء اللي بتحط فيه الكوبايه صغير، لو حبيت تحط كوبايتين جنب بعض مش هتعرف. نيجي هنا بقى للجاسترو باك. الجسم الخارجي بتاعها من البلاستيك، بس ده مش معناه ان هو بلاستيك وحش، هو بلاستيك متين. الجزء اللي فوق هنا ما بيسخنش قوي، بيدفي شويه.
بالنسبه للجزء الخاص بالاكواب هنا هو كويس جدا، كبير يستحمل كوبايتين جنب بعض. يعني دي كل المميزات اللي اقدر اقولها في الوقت الحالي. باقي بس حاجه واحده بس، دي ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني بعد كده، وهو التبخير. مين فيهم التبخير بتاعه اقوى؟ انا هوريكم ده في فيديو بعد كده، بس عن تجربه الاتنين تقريبا تبخيرهم قريب جدا من بعض. يمكن بس التورنيدو تبخيرها اسرع شويه، وشويه دي احنا بنتكلم بحوالي 10-15 ثانيه عن الجاستروباك. طيب، ملخص الفيديو اللي احنا عملناه النهارده ده، ان انا لو معايا 2500 جنيه انا كمصطفى، لو معايا 2500 جنيه ونازل اشتري مكنه اسبريسو، فانا اختياري الاول هيروح للتورنيدو. نيجي بقى للنقطه المهمه اللي بعد كده، واللي انا بالنسبه لي هي تعتبر من اهم النقط اللي هتحدد انا هشتري الجاستروباك ولا التورنيدو، وهي نقطه الضغط. ناس كتير جدا لما تشوف ان مكنه مكتوب عليها 15 بار ضغط تنبسط جدا، تقول لك كل ما الضغط بيعلى اللي هو زود يا باشمهندس، ما يهمكش، اديني في الضغط اكتر وانا اديك اسبريسو احلى. يا جماعه الفكره دي غلط. كل ما الضغط بيعلى قوي عن ال9 بار، يعني تخش في ال10 وال15 والارقام اللي احنا بنسمعها و19 بار، الضغط الزياده ده هيأثر على الطعم بالسلب مش بالايجاب. يعني مثلا على سبيل المثال، لو خدنا هنا مثال للتو ماشينز دول مع بعض، احنا هنا عندنا التورنيدو الضغط بتاعها اقل من الجاستروباك. طب ده بيأثر على الضغط في ايه؟ في التورنيدو انت بتاخد الطعم متوازن، مفهوش المرارة بتاعت الحرق دي اللي بتبان سنة لما الضغط بيبقى عالي. الفوم ما بيبقاش بابلي قوي عامل زي العرقسوس كده، بيبقى كريمي الى حد كبير. ولو جيت قلبتها كمان غير مضغوط بتاخد منها نتيجة حلوة جدا جدا جدا، لان درجة حرارة متوسطة مع ضغط متوسط مع باسكت غير مضغوط يديك نتيجة تحفة، مع باسكت مضغوط يديك نتيجة جميلة. نيجي هنا في الجاستروباك الضغط عالي او قوي، هي مكنة حامية قوية ضغطها قوي مع درجة حرارة مية عالية، فتديك في الاخر ايه؟ تديك طعم الى حد كبير محروق، تديك فوم او مش كريمه، فوم بمعنى الكلمه زي ما انت شفتوا في الفيديو. طيب حل ده لو انا معايا الجاستروباك، احل النقطه دي ازاي؟ ان انا استخدم معاها طحنه ناعمه جدا جدا جدا. كل ما هتنعم درجه الطحن مع الجاستروباك اكتر، كل ما هتاخد من الجاستروباك نتيجه احسن، لان هي ضغطها قوي. وبالنسبه لدرجه الحراره ما توصلش المؤشر هنا انه يوصل قبل درجه الفنجان او لدرجه الفنجان. دايما هاته في النص قبل الفنجان بشويه، او قبل ما يوصل حتى للنص اللي قبل الفنجان، تفرق معاك جدا. تمام؟ فدي نقطه. عشان كده دايما انا ما انصحش ان احنا نحول الجاستروباك لباسكت غير مضغوط، لان الضغط القوي فيها مع درجه حراره عاليه مع الباسكت الغير مضغوط مش هيدوك النتيجه ال100% اللي انت عايزها. ويمكن اللي شاف قبل كده الفيديو الخاص كنا عاملين فيديو لو انا افتكر، كنا بنتكلم فيه عن مقارنه قهوه لافاتسا بالقهوه اللي نابريسو عاملها بنفس الاسم. اللينك هيطلع لكم دلوقتي على الفيديو، ممكن تشوفوه. كنا حاطين التورنيدو بالباسكت الغير مضغوط جنب الجاستروباك وباسكت غير مضغوط، وشوفنا الفرق كان عامل ازاي. ممكن ترجع للفيديو وتشوف. او اقول لكم على حاجه، احنا ممكن نعمل فيديو جاي نقارن فيه الجاستروباك بباسكت غير مضغوط بالتورنيدو القديمه بباسكت غير مضغوط، ونشوف النتيجه هتبقى فين احسن. وخلينا نعمل الفيديو ده مع بعض ونشوفه كده، يمكن نعمله الاسبوع الجاي او حاجه. احب برضه اقول لك على حاجه تانية، وانت بتقيم شوف انت متطلباتك ايه. لو انت واحد بتستخدم كبسولات وبتستخدم باودر، يبقى فورا روح للتورنيدو. بس لو انت واحد مش فارقه معاك الكبسولات من الباودر، انت عايز باودر بس، بتحب الشوت المر درجه حرارته عاليه، يبقى ساعتها الجاستروباك بالنسبه لك هتبقى هي الاختيار الامثل يعني. الى هنا الفيديو بتاعنا او المقارنه بتاعتنا خلصت. لو الفيديو طبعا عجبك لايك وسبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك لايك وشير. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد نعمل فيه ريفيو او مقارنه جديده، وتصبحوا على خير. سلام عليكم.